مشاهدين شارب الميديا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أوراق روج آفا. يسرني ويسعدني هذا المساء أن أستضيف الدكتورة بسمة قدماني لنقوم معا بحوار عن المعارضة السورية والخيار الاستراتيجي الذي ممكن أن تختاره بشأن القضية الكردية. دكتورة بسمة، مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء النور وشكرا على استضافتي. شكرا لقبول الدعوة. بودي أن أقدمك بعدة كلمات ولكن صعب جدا يا بسمة. فأنت يعني يوجد لديك الكثير من الأعمال العلمية والسياسية والمناصب التي شغلتيها، فأنا سأحاول بقدر الإمكان تقديمك خاصة بالنسبة لمشاهدين شارب الميديا اللي هن موجه أكثر إلى أكراد تركيا وممكن يكون في فئة ما بتعرف كل أعمالك. فبعدة كلمات، حضرتك ابنة سفير سوري في فرنسا، والدك كان السفير السوري في فرنسا في الستينات وفي بداية السبعينات. حصلت على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من باريس، ومن 1981 إلى 1998 أسست وأدرت قسم الدراسات الشرق أوسطية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس. بالإضافة لذلك أنت من مؤسسين مبادرة الإصلاح العربي في 2005 وكنت مديرتها إلى قبل سنتين. هذه المؤسسة أو مبادرة الإصلاح العربي تعنى بعملية الانتقال إلى الديمقراطية في الدول العربية والنزاعات في الشرق الأوسط، وركزت بشكل خاص على القضية الفلسطينية، وأنت معروفة هنا في فرنسا وخاصة في باريس من المدافعين الندد والشديدين جدا عن القضية الفلسطينية. عملت كمستشارة خاصة لمدير العلاقات الدولية في المركز القومي للبحوث في فرنسا، وكنت أيضا مستشارة لرئيس الأكاديمية الدبلوماسية الدولية للبرامج العلمية. هذا اختصرت قدر الإمكان بما يهم جانبك المهني لنقول. ولكن بعد بدء الثورة السورية كنت إحدى المؤسسين للمجلس الوطني السوري، وشغلت رئيسة مكتب العلاقات الخارجية وكنت المتحدثة باسم هذا المجلس. بعدها انضممت إلى الوفد المفاوض للهيئة العليا للمفاوضات، وأنت حاليا عضو لجنة صياغة الدستور. سأبدأ من هذا النطاق في عملك بالمعارضة السورية. في آب 2012 قدمت استقالتك من المجلس الوطني السوري، وفي حزيران 2020 يعني قبل حوالي شهرين قدمت أيضا استقالتك من هيئة التفاوض العليا، يعني من هيئة المفاوضات. يبدو أن لديك صعوبة في التعامل مع هذه المعارضة، هل أنا محقة؟ العمل في المعارضة يعني هو عمل شاق من كل النواحي، لأنه عمل جماعي، وأعتقد أنه العمل الجماعي من أجل هدف مشترك يسمح لنا بإنجاز شيء إيجابي ليست ممارسة عادية بالنسبة للسوريين. فنحن كنا في ظل الدكتاتورية منكفئين على عائلاتنا، منكفئين أحيانا على الحزب السياسي الصغير الذي ننتمي إليه ويجتمع في بيوتنا إلى آخره. فالانفتاح بهذا الشكل وتحدي العمل الجماعي كان لا شك أنه صعب جدا على السوريين. إنما كان لدي أيضا مشكلة في التعامل مع من يمثل الثورة السورية والشعب السوري بشكل عام. في ظل الدكتاتورية لم تنمو أحزاب سياسية ذات قاعدة شعبية، وهذا ليس اللوم على هذه الأحزاب، وإنما عدم قدرتها لا على يكون لها صحف ولا أنه يكون لها تواجد ولا ممارسة سياسية في الحقل العام. وبالتالي هذه يعني كيانات سياسية بقيت ضعيفة ومنطوية ولن نقول نخبوية، وإنما
محدودة الانتشار في المجتمع. فعندما قامت الثورة قامت من قبل ناس غير متحزبين وغير منتمين إلى عمل سياسي سابق إلى آخره، فجاءت هذه الأحزاب واعتبرت نفسها أن هي ممكن تمثل هذه الثورة. فأول صدمة إلي كانت أنه أين الثوار؟ من يمثلهم؟ الأحزاب السياسية التقليدية؟ لا. فعندي كان مشكلة في هذا الأمر من يوم ما تأسس المجلس الوطني السوري وأنا لدي هذه المشكلة. من يمثل هذا الشعب؟ أنا لا أدعي أنني أمثله. من يمثله، عفوا قصدك من يمثله أو من يقود هذا الحراك؟ وهو بالضبط القضية هي أنه في من يقود الحراك على الأرض. نحن مجرد تواجدنا في الخارج، من الصعب أنه نقود عمليا على الأرض هذه المظاهرات، ولكن دورنا يأتي في دعم هذا الحراك وفي تأطيره، في إعطائه توجه استراتيجي من أجل العمل بشكل منظم. وأعتقد هذا ما كان ضعيفا جدا. فنحن كنا نعتبر أنفسنا وكأننا ممثلين لهذا المجتمع ولم ينتخبنا أحد. فأنا كنت أقول أنا لا أمثل شيء، أنا جئت لدعم هذا الحراك الثوري بكل إمكانياتي. أستطيع أن أتحدث في الإعلام، أتحدث مع العالم، أن أسعى إلى مساعدات لدعمه إلى آخره. هذا أستطيع أن أفعله. ماذا أفعل من أجل الثورة؟ وستأتي شرعيتي مما أقدمه لها، وليس من أنني أنا أمثله لأنني بسمة القضماني ولا لأنني أنتمي إلى هذا الحزب أو ذاك. هذه كانت مشكلتي مع المعارضة. وعندما أتيت في 2020 حتى ما نرجع للتاريخ كله، كانت القضية قضية تختلف قليلا، ولكنها في الواقع نفس الجوهر المشكلة، وهي أن مجتمعنا السوري في غياب أحزاب حقيقية، غياب حياة سياسية، غير ممثل إذا ما لجأنا إلى تمثيل شرائح المجتمع، قطاعات، مهن، يعني شخصيات تمثل نشاط اقتصادي، اجتماعي، فني، ثقافي، فكري إلى آخره، إعلامي. كل هذه المجالات إذا ما سعينا إلى تمثيلها فلن نصل إلى تمثيل المجتمع السوري. فأنا كنت من المستقلين في يعني ناهيك عن الشخصيات هناك مكونات أساسية تم إقصائها واستبعادها. يعني نحن فلحنا جدا في سياسة الاستقصاء والإبعاد عن الساحة السياسية وعن تمثيل ثوري أكيد في هذا الحراك. الواقع أنه كان هناك محاولات لتمثيل مكونات الشعب السوري، إنما نحن بحاجة إلى هدف مشترك، عمل مشترك، وليس فقط أن نقول حطينا نموذج من الطائفة الفلانية أو الكرد من المنطقة الفلانية. نحن ناس فعالين في مجتمعنا، ليس في أطر حزبية، ولكن هناك طبعا مكونات اعتبرنا أنها محرمات ولا نريد التعامل معها، وهذا لا شك أنه أضعفنا وما زال يضعفنا. سنعود إلى هذا الموضوع، ولكن لنستمر قليلا في مسألة هيئة التفاوض واستقالتك في 2020. يعني أنا فهمت عليك تماما. بالتأكيد أن هناك عدة نقاط، يعني عدة محاور فيما قلتيه. أولا مسألة بالتأكيد التمثيل، مسألة شرعية التمثيل، مسألة قيادة الحراك وتوجيهه لإيصاله إلى أهداف محددة. يعني كل هذا غاب بالتأكيد عن بدايات الثورة، ولم يستطع أنا برأيي من هم الآن، سواء كان الائتلاف السوري، المجلس الوطني السوري، وكل الجهات التي خرجت فيما بعدها، ما رغم أن الاعتراف به كممثل للشعب السوري في الخارج لم يستطع احتواء هذا الحراك وقيادته وتوجيهه إلى حيث ما هو. وأنا فهمت تماما منك وبالتأكيد أنه غياب الديمقراطية والأحزاب السياسية والتجربة السياسية على الأرض نتيجة وجود نظام ديكتاتوري، لم تنمو حركة سياسية معارضة. بالتأكيد يعني هذا ما كان
سبب في البدايات، ولكن سؤالي هو إذا كان في بداية الحراك في 2011 كنا بالتأكيد نفقر للتجربة السياسية، للخبرة، ولكن في 2020 10 سنوات بعد انطلاق الثورة وبعد كل هذه الجهود وبعد كل هذا العمل وبعد كل هذا التضحيات وبعد كل هذا الدمار ما زلنا ننقص للخبرة، وهذا ما دفعك الآن أيضا في 2020 نفس الأسباب للاستقالة من هيئة التفاوض، يعني كما حصل في 2011. معناتها كان كل هذا العمل مكانك راوح، ما صار أبدا تقدم. أعتقد اختلفت الصورة قليلا في 2020 عما كانت عليه في 2011. اليوم نحن أمام تحدي، هو نحن على أبواب تسوية سياسية. لا أقول الحل السياسي، أقول تسويات، والكلمة ليست مع الأسف للسوريين في يعني على مستوى استراتيجي ومستسي. هناك تأثيرات إقليمية دولية على قضيتنا، والتسوية سيكون هناك تأثير كبير لهذه الدول غير السوريين. ولكن إذا كنا نريد أن تفتح لنا المساحة للعمل على تعافي هذا المجتمع وإعادة بنائه وإعادة اللحمة بين مكوناته وبناء علاقة سليمة بين الحكم الذي كان عدواً للشعب حتى الآن، ونبني علاقة سليمة بينه وبين المجتمع، لا نأتي ببعض الأحزاب التقليدية التي لا تمثل الشعب ونقول هؤلاء يحكمون والشعب يتفرج عليهم. لا، أنا أقول هذا عمل ليس عمل سياسي، هذا عمل وطني بامتياز. والعمل على بناء بلد ليس عمل سياسي تقوم به الأحزاب وحدها، إنما يقوم به الطبيب والقانوني والأكاديمي والمهندس والامرأة التي تعمل في قريتها أو في مجتمعها المحلي، تأتي من المدرس في الجامعة أو المدرسة إلى آخره. كل هذه القوى الاجتماعية علينا أن نفعلها، ولا نقول لها ابعدي عن السياسة، سنستلم نحن الأمور وكوني على اطمئنان. ليس هناك اطمئنان لأحد، لأنه أي حكومة ستأتي لن تستطيع القيام بالمهام إذا ما تحرك الشعب بأكمله وشعر أن بينه وبين هذا الحكم لحمة حقيقية وهدف مشترك. كل خوفي أنا اليوم أن نحضر لمشهد سياسي مغلق على مكونات سياسية تعتبر هذه الأحزاب هي تمثل هذا المشهد السياسي، ويقف المجتمع المدني بكل مكوناته من نقابات وتجمعات مهنية ورجال أعمال وغيره، ويقول نحن مجتمع مدني ولسنا سياسي. هذا التمييز بين الاثنين سيكون قاتل. عندما تتكلمين عن الأحزاب تقولين الأحزاب، من هم الأحزاب التي تقصدينهم؟ لدينا اليوم مثلا في هيئة التفاوض مكونات لها أسماء، منها الائتلاف الوطني السوري المتواجد في إسطنبول، هيئة التنسيق لقوى المعارضة موجود في دمشق، منصة القاهرة موجودة في القاهرة، منصة موسكو موجودة بين دمشق وموسكو. يعني تقولين التحزب، عندما تقولين أحزاب ليس بالمعنى الحقيقي للمصطلح الحقيقي للأحزاب، وإنما بعض الهيئات التشكيلات أو التحزب. أوكي. يعني ربما العالم يجد أنه من المريح التعامل مع مكونات سياسية لها اسم وعنوان، ولكن إذا كانت هذه الأطر غير ممثلة للمجتمع وللقوى الفاعلة في هذا المجتمع، أين نذهب؟ لننظر إلى الدول الأخرى التي قامت بثورات وكان فيها حراك وكان فيها انتقال. الحقيقة أنه إن كان تونس أو الجزائر أو السودان أو من تحرك فيها؟ تحركت النقابات
الأطباء والمهندسين والمحامين والقضاة ونقابات العمال والتجمعات النسائية والنسوية والتجمعات الشبابية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات حقوق الإنسان، هؤلاء من تحرك ليقول هذا صوتنا، هذه مطالبنا، بناء البلد معنا وليس نحن متفرجين عليه. نحن علينا أن نهيئ من الآن لتكون هذه القوى قادرة على أن تفعل دورها في اللحظة المطلوبة. اليوم صعب تفعيلها، ولكن ستأتي لحظة ربما يطلب منا بشكل مفاجئ. الآن البلد يحتاجكم، فأين تنظيمنا؟ لذلك هذه الأطر علينا أن نفكر في تشكيلها، وعلينا أن نفكر كيف نجمع هذه الكفاءات والقدرات خارج سوريا وداخلها. كل ما هو خارج سوريا نضاعف دورنا، نضاعف قدراتنا إذا استفدنا من كل من هو في الخارج، وبالتالي نظمنا العلاقة بين سوريي الداخل وسوريي الخارج إلى آخره. هذا ما هو هذه الرؤية شاملة للحل السياسي، لأن دونها لن يكون هناك على واقع الأرض حل وإعادة عودة سوريا بكل بساطة يعني. ولكن الآن نشاهد في الفترة الأخيرة، تكلمت عن تسويات، بالتأكيد يوجد في الفترة الأخيرة بعض التحركات اللافتة للنظر. يعني نحن نرى الآن الأمريكيون يصرون كثيرا على توحيد الصف الكردي، وبدأ المجلس الوطني الكردي والإدارة الذاتية مثل في التفاوضات بضغط أمريكي شديد، مع أن المجلس الوطني الكردي موجود في الائتلاف. يعني لا أريد الآن أن أتكلم عن القضية الكردية بشكل عام، أريد أن أبقى في مجال المعارضة السورية وثم نأتي إلى القضية الكردية. ولكن ما أريد قوله يعني يوجد هذا التغيير وهذا الضغط الآن. في نفس الوقت عقد اتفاق بين الإدارة الذاتية وحزب الإرادة الشعبية. يوجد هناك تحركات أيضا لدم منصة موسكو ومنصة القاهرة. ألا ترين أن في هذه التحركات بعض المحاولات لخلق معارضة سورية مختلفة تكون بديلة عن الائتلاف وعن هذا يعني الائتلاف السوري الذي تم الاعتراف به، ولكن الآن يبدو أن الدول الكبرى بدأت تفقد ثقتها أو أملها بأن يستطيع هذا الائتلاف بعد 10 سنوات أن يفعل شيء، وأنها في صدد إيجاد بديل له ليمثل الشعب السوري وليكون طرق عمله مختلفة، ربما بنفس الطرق التي أنت طرحتها الآن بطريقة تنظيم مختلفة، وخاصة العمل السياسي والديمقراطي وليس العمل العسكري. الأطر كما تحدثنا أنا أعتقد أنها تعيش أزمة بنيوية حقيقة، لأنه تاريخ تشكيلها والتدخلات التي تحصل في عملها يعني لا شك أنها تؤثر في مصداقيتها وفي يعني إيمان الشعب بقدرتها على الخيارات الوطنية والمصلحة الوطنية وإعطاء الأولوية حقيقة لهذه المصالح الوطنية. نحن بحاجة إلى هذه الأصوات والقوى. ليس من السهل اليوم على السوري المقيم هنا أو هناك أن يستقل برأيه بشكل كامل، ولكن هناك يعني مساحة ضيقة إذا تكاتفنا وإذا عملنا معا كسوريين أولا، ثم ربطنا بشكل دائم مع الداخل السوري، سيكون لنا بطبيعة الحال هذه الاستقلالية التي تسمح لنا بترجيح وتغليب المصلحة الوطنية على ما يمكن أن تقوم به الدول من ضغط علينا من أجل تلبية مصالحها هي.
لذلك الجواب على استقلاليتنا هي بالربط مع الداخل، وهذا ما لم نعيه بشكل كافي. أنا إذا كانت قاعدتي الشعبية واسعة وإيمان المجتمع بأنني أنا أمثله أو أحمل صوته وأستطيع أن أدافع عن مصالحه، هذا يعطيني قدرة ومناعة أمام الدول، حتى إذا ما كانت معجبة بكل ما أنا أقوله ستقول مع الأسف هؤلاء يمثلون الناس على الأرض فلا نستطيع تجاوزهم ولا نستطيع تجاهلهم. لم نعمل على ذلك بشكل كافي، لم نعتبر أن هذه هي ورقتنا الوحيدة التي تعطينا الاستقلالية المطلوبة. أدعي أنا اليوم أنني من فئة المستقلين، أي أنني لست في حزب سياسي من هذه الأحزاب والمكونات في هيئة التفاوض، لكن ما شاهدته في هيئة التفاوض هو يعني عدم حساب أي إعطاء أي أهمية لهذا المكون المستقلين. وأنا كنت أقول لهم دائما: هل تعتقدون أنني يعني مقطوعة من شجرة؟ هل تعتقدون أنني أمثل نفسي فقط؟ أنا أشبه فئات من المجتمع موجودة في بعض شرائح المجتمع والمهن، ربما أنتم لم تستطيعوا حتى الآن أن تأتوا بها إلى هذا الكيان السياسي لأنها هي نفسها غير مقتنعة بكم. لذلك افتحوا الفضاء هذا وتواضعوا قليلا واحسبوا حساب للمستقلين. أنا على ثقة كاملة بأنه تمثيل المجتمع السوري سيأتي من خلال هذه الشخصيات المستقلة لتكون عينات ولتحمل صوت مكونات وشرائح من المجتمع. لا أقول مكونات إثنية مناطقية، لا، أقول قوى فاعلة في المجتمع. أنت سيدة سيفي إيزولي، أنت محامية، بالنسبة لي أنت محامية وستخدمي سوريا بمهنتك وكفاءاتك. هويتك طبعا لها حساب، حقوقك محفوظة، ولكن مساهمتك في المجتمع ما هي في الأخير؟ حتكون من خلال مهنتك، حتكون من خلال جهدك في مجالك وفي قطاعك وفي تمثيل هذه الفئة. ربما تقفين مع المحامين السوريين في نقابة حرة وتقولي فيها: هذا مطلبنا، هذا ما نريده في الدستور، هذا ما نريده من قوانين، ونخوض هذه المعارك القانونية في مستقبل سوريا. هذا ما أتوقعه من القانون. أتوقع من رجال الأعمال أن يفعلوا دورهم لخدمة المجتمع. أتوقع طبعا من واليوم الأطباء يقومون بعمل عظيم وبطولي لخدمة هذا القطاع الصحي المدمر في سوريا وإلى آخره. فإذا أنا أريد قوى، أريد شخصيات تقول لي كيف ستساهم في مستقبل سوريا، لا تقول لي أنا أنتمي للمنطقة الفلانية وطائفتي كل هذا محسوب حسابه، أكيد رح أحسب حسابه. لكن كما قلت أنا لا أسعى إلى بناء صورة جميلة، أنا أسعى إلى بناء ماكينة أو سيارة ستسير ستنطلق فيها موتور. هذا الموتور مين بشغله؟ أنا، أنت، بكفاءاتنا بقدراتنا نعمل. فكل مفهوم المعارضة يعني حقيقة لبسنا العالم كله تعريفات بدورنا ومن نحن زائفة، ونحن غير قادرين على أن نتخلص منها ونواجه ما هو مطلوب حقيقة بهذا المجتمع. لذلك نجد الشعب يقول: مين هي المعارضة؟ معهم حق في الأخير. أنا ما قلت لهم شو رح أقدر ساهم، أنا لا أقول لهم سأأتي بقدرات ربما تكون محدودة، ربما لم يساعدني المجتمع بالمليارات اللي أنا أريدها، لكن عندي فكرة ربما أنه نعمل بأقل قليلا أو نعمل بطرق تسمح لنا بتوفير والعمل على الأولويات إلى آخره. يعني أكيد على ما
أصبح أصلا واضح المشهد بأنه يعني هذه المعارضة بالتأكيد هي لا تمثل الشعب، وهي بعيدة جدا عن طموحاته، وبرأيي أنا هي تخدم في بعض الأحيان، سواء كانت مسيرة أو مخيرة، بعض الأجندات للدول الكبرى، ولكن هذه الدول هي نفسها على اعتقادي أنا هي التي ورطتنا في أمور عديدة جدا، وكان يمكن أنا أعتقد دون التدخل الأجنبي ولكثير من الدول ربما كان الحراك الثوري السوري أخذ مجرى آخر لو لم يكن هناك تحرك خارجي. ولكن لنبقى على هذه النقطة، ماذا تريد الدول الكبرى والدول الإقليمية اليوم من الصراع السوري؟ أين توجهنا؟ يعني نحن لدينا قرار مجلس الأمن 2254. هل أصبحت كل القضية السورية هي مسألة لجنة دستورية، صياغة دستور وانتخابات؟ أين هي وجهتنا؟ كيف ترين المشهد؟ كيف سنخرج من هذا المأزق؟ هناك فعلا عملية سياسية محدودة جدا تم تحديدها في مسار واحد حاليا، وهو مسار الدستور. أنا أعتقد أنه من التحديات الكبرى على المجتمع السوري، وربما تكون الدول قد اتفقت على أنه إذا استطعنا يعني أن تختبرنا كسوريين إذا كنا قادرين على الاتفاق على كل العقد الاجتماعي الجديد. أنا لا أقول الدستور هو نص سنكتبه ثم نرى كيف نطبقه، لا، نحن في صدد إذا كانت هذه المرحلة جدية بالنسبة للدستور ستكون عملية بناء عقد اجتماعي جديد لا يقوم على الخوف والأمن وإرهاب المجتمع، إنما يقوم على الثقة والمواطنة المتساوية والاعتراف بكل أشكال الحقوق لكل مكونات المجتمع. هذا ليس سهل، نحن نكرره ونضعه في نصوصنا وبياناتنا وإلى آخره، لكن في اللحظة يلي بينطرح علينا السؤال بالتحديد، شو شكل الدولة؟ هل هي شو شكل اللامركزية في هذا البلد؟ كيف شكل النظام السياسي؟ كيف ستكون حقوق المرأة إلى أين تصل؟ أين القانون المدني الذي يحدد على الأحوال الشخصية؟ أين كل هذه الأمور؟ نحن بحاجة لتعريفها، والمجتمع الدولي ينظر إلينا بأنه هذه ربما تكون بعض المؤشرات على قدرتنا إلى إعادة اللحمة الوطنية. أنا أعتبر يعني إعطاء الأولوية للدستور هي شكل من أشكال التحدي من هذا النوع. ربما تعتقد روسيا والنظام أنهم أفضل طريقة حتى تختلف المعارضة بين بعضها وتنقسم بين التيار الإسلامي والتيار العلماني والقومي وإلى آخره، نختلف بين بعضنا ونقول غير قادرين هؤلاء على تمثيل أي شيء، وبالتالي ما في بديل عن الشيء القائم. هذا تحدي، هذا التحدي الحقيقي. إذن أنا سأخذ هذا الموضوع على محمل الجد وأعمل عليه بكل إمكانياتي لحتى أستطيع أني أخلق وأنشئ هذا التوافق. هذا يعني هو هذا التحدي، هو هذا التحدي والصعوبات هو ما يبطئ عمل اللجنة الدستورية، لأنه لحد الآن ما عملت شيء، يعني ما عم تتقدم بحوار. تفضل. لا طبعا ما هو السبب؟ السبب الحقيقي اليوم هو أن النظام غير جاد أبدا في هذه العملية، ونشعر في كل جولة يأتي فيها بأنه يأتي مرغم بضغط شديد من حلفائه، من حليفه الأساسي الروسي المعني بهذه العملية كما يقول، ونجد وفد نظام لا يتعامل معنا على أن هذه مفاوضات دستورية وستؤدي إلى صياغة دستور جديد. فالعمل معطل منذ سنة الآن تماما، لأنه شهر 10 السنة الماضية بدأنا. هذه السنة مرت بكاملها
ليس فقط بسبب الكورونا ولا بسبب خلافات المعارضة، وإنما تماما على عملية التعطيل التي يقوم بها النظام. وحتى الآن ليس هناك مؤشر على جدية النظام في الانخراط في عملية دستورية حقيقية تجمعنا نحن ومكون المجتمع المدني وممثلي هذا النظام. فهون المشكلة الأساسية. هلأ إذا بتسمحي لي بدي أرجع لنقطة تدخل الدول وضغوطات الدول ومصالحها وتسيير مصالحها إلى آخره. أنا لا ألوم الدول، أنا أقول أي دولة ستسعى إلى إنجاز مصالحها وستسعى إلى تغليب مصالحها الوطنية على مصلحة السوريين. من سيكون معني بالسوريين إذا كان تركي أو قطري أو سعودي أو أمريكي أو روسي؟ بل في النهاية يريدون بلد مستقر، بس تنتهي المشكلة أمنيا، لا تشكل لهم خطر. وهناك مطامع في سوريا لبعض الدول. أنا لا أستطيع أن يعني أعاتب هذه الدول على أنها تسعى إلى مصالحها، إلى تنفيذ مصالحها في سوريا، ولكن أقول أنا سوريا، أنت تركي أو أمريكي، مصلحتك تركية أو أمريكية، أنا مصلحتي سورية. سأسير معك بعض الخطى طالما أرى أن مصلحتي الوطنية لا محفوظة. أما ستأتي لحظة أجد أن مصلحتي الوطنية تتعارض مع مصالحك، فسأعتذر وأقول لك أنا ليس هذا في مصلحتي الوطنية، أنا آسفة، غير قادرة أني أمشي معك، أكمل الطريق معك. هذا الشيء إذا ما نحن ثبتناه فنحن سنكون رهائن لمصالح الدول، ليست الدولة الجارة هذه أو الأخرى. لن يكن هناك لحمة وطنية إذا ما استطعنا أن نقول ذلك للدول. وأنا على يقين بأن الدول نفسها عندما تشعر بأنه لديها والله مجموعة من السوريين في يدها تتحكم فيها وتمولها وتملي عليها قرارات، هذه المجموعة لن تكون محترمة من قبل الدولة نفسها، ستعتبر أن هؤلاء يعني يعملون من أجل مصالحها، وفي اللحظة التي يحتاجون إلى قادة ذو مصداقية سيذهبوا إلى ناس آخرين، لأنه يعرفون أن هؤلاء ليسوا هم ذات المصداقية. لنكن صلبين في هذا الموضوع. ما كونا هذه الصلابة أمام الدول. أتعامل معكم باحترام، وأعلم أن اليوم وبعد 20 سنة جارتي هي تركيا، الأردن، العراق، لبنان، هؤلاء، ثم هناك دائرة أخرى من الدول هم بيئتي ومحيطي الطبيعي العربي. هؤلاء أنا أنتمي إلهم ثقافيا وتاريخيا وإلى آخره، لكن أنا لست من هذه الدول، لست مصرية، لست سعودية، لست إماراتية، ولن أتحول إلى مواطنة من هذه الدول. فعندما أقول ذلك بهدوء وأعتبر أنه التجارة ضرورية والعمل في هذه البلدان والتعاون معها سيكون حيوي بالنسبة لنا، لن نبني سوريا دون مساعدة هذه الدول، بالتالي نحن بحاجة إلى علاقة سليمة مع هذه الدول، نعلم ذلك ونعي ذلك تماما. أذهب إليهم وأقول هذه رؤيتي، هذه المصلحة الوطنية كما أراها، أرجوكم ساعدوني في ذلك، وإن كانت مصلحتكم تتعارض فاحترموا مصلحتي الوطنية واحترموا أنها تتعارض مع مصالحكم، ولن أسير معكم الخطوة القادمة لأنها ليست في مصلحتي. هذا الخطاب أنا لا أسمعه بشكل كافي من زملائي في المعارضة. طيب، يعني تحدثنا عن اللجنة الدستورية،
عندما يعني الآن كل الدول بدأت يعني كما كنا قزمت كل المسألة. الحل الوحيد الموجود حاليا بالتأكيد هو اللجنة الدستورية وصياغة دستور جديد يعكس آمال وتطلعات كل مكونات الشعب السوري وطموحات الشعب السوري، وخاصة يحقق الأهداف التي خرج من أجلها. ولكن يوجد هنا نقطة أساسية ما أريد طرحها. يوجد في هذه اللجنة كردي واحد فقط، ولنقول الحقيقة أيضا هذا الكردي الوحيد الموجود هو ليس موجود بالتأكيد باسم المكون الكردي، باسم المجلس الوطني الكردي، ولكن المعارضة هي الائتلاف السوري هي من سمح له بوجوده. بينما في وفد النظام 50 عضو الذي كانوا من قبل النظام لا يوجد ولا أي كردي، وحتى بين المستقلون الذي عينهم دي مستورة لا يوجد أي كردي، لأن الدول مارست حق الفيتو عليهم. يعني مثلا تركيا مارست حق الفيتو على المستقلين ولم تقبل أبدا بعدة أسماء. طيب كيف يمكن صياغة دستور جديد لسوريا يعكس تطلعات كل مكونات السورية، ومكون أساسي هو المكون الكردي غير موجود وغير ممثل في هذه اللجنة؟ أولا خلينا يعني نعطي الحجم المعقول للتمثيل خلينا نقول بالنسب. إذا أنا يعني ربما لو تمثل الكرد بشخصين بدل واحد من 15 يكون صوت الكرد مسموع بشكل أفضل. احتمال أقول أنه ضمن هؤلاء 15 هناك امرأتين فقط، وهم كما تعلمين 50% أو أكثر من المجتمع السوري. طيب موضوع النسب لن يعطينا حل، لأنه الكرد ولو كانوا 3 أو 5 يا ستي لن يكونوا أكثرية يستطيعوا أن يفرضوا رؤية أو احترام حقوقهم. إذن المسؤولية تقع على عاتق هذه المجموعة بكاملها للتعامل مع القضية الكردية. حتى إذا كان ممثل واحد هو يحمل صوت الكرد بشكل رائع حقيقة، ونستمع إليه ونحترم رأيه لأنه يبديه بهدوء وبشكل موضوعي جدا. لكن إذا ما كان له حلفاء ناس مقتنعين ضمن هذه اللجنة بشرعية حقوق هؤلاء وبمطالبهم المشروعة وبضرورة تلبية هذه الحقوق واحترامها، فلن نبني سوريا. وحتى إذا غاب الكرد عن هذه اللجنة لسبب ما، غاب الممثل الكردي لسبب شخصي لا علاقة له بالقرار السياسي، سأقول أين المدافعين عن القضية الكردية في هذه المجموعة؟ أنا معارضة، علي أن أعطي النظام النموذج الديمقراطي وأقول له أنتم لا تعلمون ما هو التنوع، ولا تعرفون التعامل مع ما هو متنوع ومتعدد الآراء والهويات. أنا كمعارضة تناقشت وتفاوضت مع كل مكونات المجتمع ووصلنا إلى صيغ توافقية نقدمها لكم. في هذا التنوع علينا أن نصل إلى هذه التوافقات ووصلنا إليها، لأن النظام يلعب طبعا على انقسام. هؤلاء ليسوا متفقين لا على حقوق الكرد ولا حقوق المرأة ولا حقوق حد. صحيح، هذه قوتنا أيضا هو في تنوعنا، ولكن إذا أنا أتيت إلى القضية الكردية بالتحديد سأقول من داخل هذه اللجنة خلال هذه 10 سنوات إذا ما كان مقتنع منذ زمن يسبق الثورة، هل في هذه 10 سنوات ماذا تعلمنا عن القضية الكردية؟ الصوت الكردي لم يكن مسموعا قبل الثورة، لم يكن هناك قنوات إعلامية وناس تتحدث بحرية وشخصيات كردية تظهر على السطح وتعبر عن مطالبها وتطلعاتها إلى آخره. تعرفنا على القضية الكردية، نحن السوريون كنا نجهل
كان الكردي نفسه ما يعرف قديش نسبة الكرد في المجتمع السوري، ولليوم ما بنعرف تماما، ولكن تعرفنا على تاريخهم ومعاناتهم واليوم ما يتطلعون إليه ومخاوفهم من المستقبل. كل هذا إذا ما اليوم استوعبناه وعالجناه وتعاملنا معه بالمسؤولية المطلوبة، أنا أرى أنه سيكون هناك قصر نظر لدينا، وهذا تحدي هام جدا. أنا أرى الحقيقة أنه التعامل مع القضية الكردية قد يكون هو يعني المحك وركيزة العقد الاجتماعي الجديد، حينما نقول الكرد لديهم حقوق وهذا وضعهم كما يريحهم ويريحنا طبعا، لأنه هذا توافق وطني. لكن إذا ما وصلنا إلى ذلك لن نبني عقد اجتماعي. لا أقول القضية الكردية هي القضية الوحيدة. الآشوري سيقول لي والتركماني يعاتبني إذا ذكرت الكرد ولا أذكر التركمان وإلى آخره. كل المكونات كلها أهلا وسهلا بها، ما هي هذه جمال سوريا. ولكن لدي قضية وطنية اسمها القضية الكردية، سأتعامل معها من عدة مداخل. أولا كحقوق هذا السؤال اللي أردت أن أسألك هذا السؤال بالذات، يعني وصلنا إلى لب الموضوع. أنت بنظرك، أنت كبسمة قدماني، ما هي الحقوق التي تتصورين أنه لا بد من الاعتراف للأكراد السوريين بها في سوريا في ظل سوريا الجديدة؟ سأعطي يعني حكاية صغيرة حصلت في 2011-2012. كنا في اجتماعات في اسطنبول، اجتماعات المجلس الوطني، وكان هناك نقاش حاد مع أحد الزملاء الكرد ضمن اجتماع الهيئة السياسية أو المكتب السياسي للمجلس الوطني. وكان يقف خارج بعض الشخصيات التركية وشخصيات دبلوماسية أخرى. أستطيع أن أروي بأنه كان هذا الدبلوماسي العريق التركي يقول لي: أرجوكم أنتم كمعارضة سورية أعطوا أكراد سوريا كل الحقوق التي تستطيعوا أن تعطوهم إياها، اعترفوا بحقوقهم إلى أقصى حد لتبقى القضية الكردية السورية في الإطار السوري. لماذا أذكر ذلك؟ أذكر ذلك لأقول اليوم أنا أريد أن أذكر الحكم في تركيا بأنه من مصلحته أني أنا أتعامل مع مطالب الكرد وألبيها إلى أقصى حد، طبعا بما يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية وسيادتنا والقانون الواحد والجيش الواحد إلى آخره. لكن الدبلوماسية التركية في 2011 للأسف وال2013 وإلى 2015 كانت شيء، وللأسف اليوم شيء آخر. تفضلي، عفوا قاطعتك. ولكن لماذا أذكر ذلك؟ لأنه هذه أنا على قناعة كاملة بأنه هناك في تركيا من يعتبر أنه هذه هي المصلحة الوطنية التركية. إذا تحدثوا بصراحة وببعد نظر، هذه هي مصلحتهم، أن تكون القضية الكردية في سوريا قضية سورية. فأنا كسورية أريد أن أتعامل مع هذا الشأن كقضية وطنية وأعطيه كل الأهمية المطلوبة وأعطي كل الحقوق. كيف سنحقق ذلك؟ سنحقق ذلك من خلال ضمان الحقوق على المستوى الوطني بكامله، الحقوق الكاملة على المستوى الوطني، المساواة الكاملة على المستوى الوطني، إنشاء الهيئات والمؤسسات الوطنية التي تكافح التمييز وتحمي كل حقوقهم على المستوى الوطني. هذا أولا. ثم أنتقل إلى نظام إداري للبلاد يختلف عما رأينا حتى الآن. أنا أرى أنه اللامركزية
هي من أشكال الديمقراطيات الحديثة، هي طريقة للحكم الرشيد. إحدى وسائل الحكم الرشيد هي اللامركزية. فإذا أنا سألبي حاجة ديمقراطية وسألبي مطالب الكرد من خلال لامركزية أراها بعقل مفتوح تماما، وممكن أعرفها بمصطلح لم يرد قبل ذلك، وهو مصطلح اللامركزية الديمقراطية. طيب أي بلد ممكن يقول أنه هو بيطبق اللامركزية الديمقراطية؟ ولا بلد في هذا العالم. ولكن أنا تبنيت هذا أو قبلت بهذه التسمية وليست مني، ظهرت في مؤتمر القاهرة على ما أعتقد، بوجود كل المكونات والأحزاب الكردية. هذا التعريف يسمح لي بأن أجلس مع أكراد بلدي لأتفاوض معهم على كل أشكال اللامركزية. اللامركزية قضية معقدة جدا وتقنية جدا، وتحتاج خبراء فعلا يدخلوا بالتفاصيل. فأنا بحاجة أني أفتح هذا الأفق وأعرف هذه العملية اللامركزية، وأقول ربما أحتاج إلى 5 سنوات من لحظة إنجاز الحل المركزي لسوريا الوطني، أحتاج إلى 5 سنوات لوضع خارطة الطريق وتطبيق هذه خارطة الطريق التي ستؤدي إلى نظام لا مركزي تحفظ الدولة المركزية قوتها الضرورية، وتتعامل مع الأقاليم ومناطقها المختلفة ومحافظاتها بشكل سليم، يحفظ حقوق المواطنين في ممارسة كل حقوقهم على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني، يكونون مرتاحون لما يرونه على المستوى المركزي. إذا كان هناك من سكان الإقليم يسون حقوقهم في إدارة يعني في إدارة ذاتية، خلينا نسميها اليوم في عنا إدارة ذاتية. إذا كانت هناك إدارة ذاتية، لكن هذا المواطن الكردي قد يختار أن ينتقل ليعمل في منطقة أخرى، فأنا بس بدي أحفظ حقوقه هون؟ لا، أنا كلما عززت الاعتراف وحماية حقوقه على المستوى المركزي كلما طمنته بالنسبة لوجوده في هذا الوطن وانتمائه إلى هذا الوطن. لذلك أنا لا أركز فقط على المستوى المحلي، ولا أشجع على أعطونا هذه الإدارة الذاتية لا، هذا يدفع إلى التقوقع. أنا أريد أن أرى أن الكردي يذهب إلى أي منطقة في سوريا يعمل فيها، يدرس أولاده في المدرسة لغة كردية، يستطيع أن يمارس حقوقه بكاملها في كل مناطق سوريا. فإذا عندي توازن هام جدا لازم أنشئه بين المركز وما ينشأ في المناطق المختلفة لسوريا، ويطبق على نطاق سوريا بكاملها وليس منطقة واحدة والقضية الكردية لا خصوصيتها وبالتالي منطقتها خاصة بها وإلى آخره. هذا كله لا ينفعني، لأنه لا يبني مجتمع ولا يبني وطن. الكردي أول من يريد وطن حقيقي ينتمي له، وليس منطقة يشعر فيها أنه هو في أمان فيها ولكن حدودها لا يتجاوزها. وكل من تشرب قليلا من الديمقراطية في بلدان العالم يعرف أن الديمقراطية لا تجزأ والحقوق لا تجزأ، ليس فقط بالحقوق نفسها ولكن حتى جغرافيا على نطاق وطن. هذا ما نحتاج إليه. يعني أنا أشعر بأن هذا مصطلح اللامركزية الديمقراطية كأنه هو نوع تقريبا من التهرب لكي لا نقول اللامركزية الإدارية، وهو شيء مرفوض تماما من قبل الكرد، واللامركزية السياسية وهو على ما يبدو مرفوض تماما من قبل باقي أطراف المعارضة. يعني لا أحد يستطيع أن يتكلم. فهل هذا المصطلح المركزية الديمقراطية هو لنقل بين البينين؟ هل من أين أتى هذا المصطلح؟ يعني لماذا اخترعتم؟ هل هو كما أنا أقول دائما أنا أشجع على إيجاد حلول مبتكرة تكون مثل ما بيقولوا تفصيل، يعني تأتي إلى واقع كل بلد، وليس فقط بأن ننسخ أو الحلول والإجراءات التي حصلت في تجارب البلدان الأخرى، وإنما نكيف كل هذه الحلول على واقعنا. هل هذا مصطلح المركزية الديمقراطية هو ابتكار خاص لسوريا؟
هو مصطلح يسمح لكل من يتعاطى مع القضية الكردية بأن يشعر أن الأفق مفتوح للتفاوض. لماذا نستخدم هذا المصطلح الغير معترف فيه في أي مكان؟ لأنه تحديدا من أجل ما تقولينه، نريد أن نفصل نظام لا مركزي يناسب سوريا ويناسب تاريخنا ويناسب شكل دولتنا ويناسب مجتمعنا. لذلك أنا لا أريد أن أقول لا إنها إدارية ولا إنها سياسية، إدارية موسعة ولا سياسية محدودة. هذه عناوين لا تساعدنا. فأنا أقول نظام لا مركزي، نقطة على السطر. غيري ممكن يسميها لا مركزية ديمقراطية، في ناس بيحبوا يسموها لا مركزية ديمقراطية، لأنه كلمة ديمقراطية مريحة لأنها يعني بتوحي للحقوق والحريات. أوكي، فأنا إذا اكتفيت باللا مركزية، أنا أريد كما قلت أضع مجموعة من المبادئ، والواقع أننا حاولنا وعملنا على ذلك بهدوء وبسرية إلى فترة، ولم تعد سرا كبيرا، يعني لأننا نرى أن آن الأوان للتحدث عن ذلك. اجتمعنا، وعلى فكرة النساء اللي بادروا والنساء اللي خطوا هذه الخطوات بين كرد وعرب، وكانت النتيجة أننا وضعنا اتفاقية إطار، مجموعة من المبادئ الناظمة لحوار مستقبلي. بمعنى هذه هي المبادئ الأساسية، إذا توافقنا عليها وضع إطار مريح من أجل أن نضع الآن خارطة طريق مفصلة، نعمل لجان تتعامل مع القضايا الأمنية والقضايا الثقافية والقضايا الإدارية والقضايا الاقتصادية طبعا وموارد البلد والقضايا الملكية. كل هذه قضايا شديدة التعقيد. هل أنا سأحلها هلأ في النقاش على الدستور ولا في بيان إعلامي؟ أكيد لا، ولا مذكرة تفاهم تكفيني. أنا رحبت بمذكرة التفاهم التي وقعت بين منصة موسكو وتنظيم مسد أو مسد كسياسي. هذه مؤشرات إيجابية، لكن من هنا أنطلق إلى فتح مسار. المسار هذا سيكون طويل، سأقول أنا على الأقل 5 سنوات، وهذه اللجان تشكلت اليوم وستنجز عملها خلال سنة، وستضع أيضا وسائل تطبيق ما توصل إليه على مدى كذا وكذا. إذن ما هي المؤسسات التي أحتاجها؟ من الناس من الخبراء الذي سأدخلهم في هذه العملية؟ إلى من سألجأ من أجل أن يساعدني في هذا وذاك؟ ما هي الموارد المطلوبة من أجل ذلك؟ إلى آخره. هناك مليون سؤال وسؤال حول هذه القضية، لن أحلها بعنوان. فلذلك أنا حتى الآن أرفض التسمية. أنا أريد انتقال آمن إلى اللامركزية، لأنه دولة منهارة مثل وضع سوريا اليوم لا نستطيع أن نقول يلا إدارات ذاتية هون وهون وبكرة البلد بيرجع بيركب. لا، ما بيركب، مش صحيح. لأنه يعني أنت ذكرتي مذكرة التفاهم. هلا حول هي النقطة بالذات، مسألة المركزية ولا مركزية، مذكرة التفاهم قالت أن يجب أن يكون هناك تكافؤ وتعادل بين المركزية واللامركزية، وحددت ما هي المهام أو ما هي الوظائف أو المجالات التي تتبع للمركز حصرا، وتركت دون أن تتكلم عن الأقاليم. قالت المذكرة أن الدفاع وزارة الخارجية والاقتصاد، أنا أعتقد أنه يوجد هنا خطأ في كلمة الاقتصاد، هي لا يجب تعديلها، ليس الاقتصاد وإنما المالية والبودجة، يعني ميزانية الدولة، وهي تخضع للمركز حصرا، والبنك المركزي، هذه الأمور تخضع حصرا للمركز، وتركت بدون تحديد الأقاليم. ما رأيك بهذه الصياغة؟ ألا تعتقدين أنها صياغة مناسبة مثلا؟ بداية جيدة، كل ما أستطيع أن أقولها أنها بداية جيدة، وهي أيضا تضع الإطار
وتبدي الرغبة والإرادة السياسية. هذا ما نراه من خلال هذه البيانات. لكن لننتقل بهدوء دون الإعلان كل يوم بأننا اجتمعنا ووقعنا. لن نوقع أول يوم، سنجلس لأسابيع قبل أن نخرج بشيء مفيد قابل للتطبيق. لذلك أقول هي بداية جيدة، لا أعترض عليها بل أؤيدها، وأرى أنه ننطلق من هذه الأطر أو هذه الإرادات السياسية المعلنة من قبل مكونات، لأنه هذا الخيار الاستراتيجي الأكبر بالنسبة للمعارضة اليوم، هو أن نتحالف مع كل القوى التي تمثل مطالب وتطلعات الكرد في سوريا، لأنه الكرت الأقوى أمام النظام اليوم، والنظام يعلم تماما لا يستطيع أن يقضي على الإدارة الذاتية اليوم، ونحن نعلم أننا إذا تحالفنا، وهم يعلمون في الإدارة الذاتية أن تحالفهم معنا هو مستقبلهم، ونحن نعلم أنه هو مستقبل المعارضة في وجه نظام لا يسمع أحد، لا الكرد ولا غير الكرد. الوقت داهمنا جدا، أنا لا أعرف كيف يعني مرق كتير. عندي بس شي دقيقتين 3 وبودي أسألك هذا السؤال. الرجال يصنعون الحرب والنساء يصنعون السلام. النساء السوريات عانين كثيرا ولا يوجد كلمات يمكن أن أوصف بها معاناة هؤلاء النساء من كل الأطياف ومن كل المناطق. ماذا تعتقدين أننا نستطيع أن نفعل اليوم كنساء؟ أنت بسمة وأنا سيفي والأخريات من النساء السوريات، كيف يمكن لنا أن نمضي معا لبناء السلام ولبناء لجان مصالحة؟ وعندما أتكلم عن السلام ليس مجرد ترك العمليات العسكرية، وإنما لبناء سلام دائم ولكي تصفى القلوب بين كل المكونات. ماذا تقترحين؟ ماذا يجب أن نفعل؟ هل نستطيع أن نلعب هذا الدور؟ أعتقد أنه أي امرأة سورية ستمد يدها إلى نساء سوريا أينما وجدوا، لأنه المعاناة للمرأة كانت حقيقة يعني مدمرة، وإذا أردنا أن نبني أنفسنا من جديد فهو من خلال تواصلنا. ولا أقول اليوم ولا أقول معارضة، أقول نساء سوريا. معركتنا للوجود كمواطنات بتساوي مع المواطنين الرجال، هذه معركة وجودية بالنسبة لنساء سوريا، ولكنها ليست ضد هؤلاء الرجال، هي أولاً إعادة اللحمة. وأنا على قناعة كاملة بأنه هناك حقيقة قدرة عند هذه النساء بسبب معاناتهم وليس رغم معاناتهم أن يتواصلوا ويقولوا الحياة أولاً، أمننا وأمن أطفالنا أولاً، العودة إلى بناء هذا البلد المحطم ونفسياتنا المحطمة من خلال التواصل الكردي، العلوي، الدرزي في كل مناطق سوريا. أنا أتمنى أن أكون أجول اليوم في مناطق سوريا، وإن لم يحصل ذلك أن نفعل ذلك إعلامياً، ولكن أن نبدأ بهذا العمل، لأن نساء سوريا جاهزات أعتقد لهذا العمل. شكرا كتير كتير بسمة، فعلا سعدت جدا بالحوار معك، وبتمنى أنه نلتقى مرة تانية في لقاء آخر يكون عنا وقت أكثر، لأنه للأسف لم أستطع أن أطرح عليك كل الأسئلة اللي كان بودي أن أطرحها، ولكن فعلا كان حوار شيق جدا. شكرا كتير إليك وأمسية سعيدة. أعزائي المشاهدين، شكرا بسمة. أعزائي المشاهدين، نصل اليوم إلى نهاية حلقتنا لبرنامج أوراق من روج آفا. أتمنى أن نلتقي في حلقة قادمة، وستكون الحلقة القادمة في اللغة الكردية. إيبار باش إيرو ميبانة من مخابن واني كاربو بزمان عربي يعني فعم بكرة تشدقوت قالك مخابن لأجر إمكانك ما تشبه
أما حاول بكم بلكي أما ورقرين إيفار باش حتى جارك يدن هرد خشيدة ودي شاهدة بمينن. أمسية سعيدة.